يسعد أوقاتكم أحبائي وأهلا وسهلا فيكم بتنوروا قناتي ملكة المطبخ السوري. اليوم رح أعمل رقائق السمبوسك وسبرينج رول بعجينة وحدة وبنتيجة بتنافس الجاهز. لنحضرها لشهر رمضان المبارك، ورح أذكر أهم أسباب نجاحها وعدم فشلها وطريقة تخزينها لتدوم لفترة طويلة. وقبل ما نبدأ بوصفتنا منصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في البداية عندي نص كيلو من الطحين 500 جرام. راح أضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين من الزيت النباتي. النص كيلو أنا على الأكواب المعيارية هي 4 كاسات ونص، فحسب أنت الكاسات اللي عم تستخدميها. وهون راح أضيف مي. بدي أضيف المي بالتدريج. بضيف مي وبحرك لأنه بيختلف حسب الطحين إضافة المي، فممكن تاخد يعني كل طحين بياخد كمية. فأنا عم بعجن وبضيف. أخدت معاي 1.5 كاسة من المي. نص كيلو أخد 1.5 كاسة. فهيك مثل ما شايفين يعني بضل هيك بضيف مي وبعجن حتى أحصل على عجينة هيك مثل بتتماسك معاي. مثل ما شايفين هيك بحصل على عجينة بتكون ناشفة، ما بدها تكون طرية كتير. لأنه ما فيها هي خميرة، فرح أتركها لترتاح، ولو ما فيها خميرة بس حتى ترتاح شي نص ساعة بخليها هيك مشان يعني تعطينا نتيجة كويسة بالعمل. هلأ بعد ما ارتاحت عندي، شوفوا ما شاء الله شو ناعمة العجينة، كتير ناعمة. وهلأ بدي نباشر بالشغل فيها. فرح أقسمها لقسمين. بالأول رح أقسمها هيك قسمين. هو كل قسم أنا بدي أعمله نوع. قسم بدي أعمله رقائق السمبوسة، وقسم بدي أعملهم سبرينج رول. بس بالتقطيع هلأ بدنا نقطعهم كلهم نفس التقطيع. فهلأ أول قسم عم بعمله هيك بهالشكل هذا بشكل طولي، وبعدين بدي أقسمه هيك بالمنتصف وأقسم كل منتصف ل4 قطع، يعني 8 قطع. هلأ هذا أول نصف قسمته ل8 قطع. هلأ بدي أعمل هيك على شكل كرة. كل قطعة عجينة بدي أعملها بهالشكل هاد. بتابع هيك كل هدول العجينة عندي. هي أول 8، وهلأ هي 8 اللي بدي أعمل كمان نص الثاني كمان بيطلعوا عندي 8 قطع أخرى، يعني صار المجموع كله 16 قطعة. هيك حجمهم كويس. هي يعني وزنها كل وحدة حوالي 50 جرام. هي صاروا هلأ كل القطع عندي. هلأ بدي باشر الشغل مثل ما قلتنا. كل نصف بدنا نعمله نوع عجينة. هلأ أخذت أول 4 قطع. الأولى أنا بدي طبق لأن 4 كل 4. فلسهولة يعني وقت بدي أفصلهم فبناخد 4، ما بنكتر أكتر. هلأ بدي بحط هيك طحين وبرقون بشكل طولي. هدول بدي أعملهم. هدول بدي أعملهم بشكل طولي تبعت السمبوسة. هلأ هدول ال4 مثل بعد ما رقيتهم حطيت عليهم زيت بواسطة الفرشاية، زيت نباتي. بغلف كل يعني سطحة بدي احط عليه كمية من الزيت. هلأ هيك بعد ما انتهيت منهم باخد أول قطعة بحط عليها طحين، وبعدين بشيل قطعة والطرف اللي الزيت بحطه عليها، والطرف الناشف بدي رد ادهنه بالزيت. هيك ضمنت انه كل الاطراف اجى عليها زيت، وبرش عليها طحين. وهلا هيك بتابع القطعة الفوقة كمان نفس الشي، حطيت الطرف اللي عليه الزيت للداخل، والفوق والاعلى كمان دهنته بالزيت وبرش عليه طحين. مثل ما قلنا هيك صار كل الطبقات بيناتها زيت. ضمنت فيها. اخر قطعة ما بحط عليها زيت، بس طحين برش عليها. وهلأ هدول بقى هلأ بدي رقهم يعني الشكل المطلوب المستطيل. هيك بدي احطهم فوق بعض وبكبسهم بالاول حتى ما يزحلوا الطبقات عن بعض. واذا في شي عندي طبقة مثل ما هيك شايفين اذا زاحلة بحطها يعني بمدها حتى يطلعوا كل الطبقات بنفس القياس.
بركزهم هيك، وهلأ هن بس اللي انضغطوا فوق بعض خلص بيثبتوا. مثل ما شايفين هيك بدي اعملهم بقى على شكل انا مستطيل. هي صار عندي هلأ هذا المستطيل هيك رقيته بهالسماكة، هي مثل ما شايفين بده يكون رقيق. حتى نشيله. هلأ أنا هون بكون مجهزة صاج، على صاج الفرن حاطته على الغاز وعلى نار منخفضة. هيك بحطه على يعني سفلو للصاج، وبحط عليه العجينة، بتركه هيك يعني عدة ثواني، يعني نص دقيقة تقريبا، وبعدين بحركه هيك بلاقيها جمدت. مثل جمدت مثل ما شايفين كيف بتنشال هيك بسهولة بتصير العجينة. ما بدي طول عليها، ولا بدها تكون النار حامية حتى تضل محافظة على شكلها. هلأ رفعتها، برفعها من على الصاج وبحطها على قماشة هيك، بس يعني شوي تبرد قليل. هي سخنة لازم افتحها. مثل ما شايفين بتنفتح عندي بكل سهولة. وهيك بتنفصل عندي الطبقات. طبقات ما شاء الله بتكون تطلع هلا كتير رقيقة، والزيت اللي بقلبها ساعد كتير، يعني ضمن لي الزيت اللي حطيته انه ابدا مثل ما شايفين كيف هيك رقيقة وبتخايل تحت الايد. الزيت بيضمن انه ما يلزقوا ابدا مع بعضهم الطبقات، الزيت والطحين اللي حطيته. وهي البقية هيك صاروا هلا الأربع طبقات انفصلوا تماما عن بعض، ولا في شي يتشقق ولا أبدا. كتير عجينة ما شاء الله طلعت رائعة. وهلأ هيك بعد ما حطيتهم بغطيهم بقطعة قماش وبخليهن لتابع الباقيين. هلأ هيك بحطهم فوق بعض بردوا، بغطيهم وبتابع الشغل بالأربعة التانيين، بمدهم نفس كمان الطريقة. هلأ هيك عملتهم دول الأربعة بعد ما مديتهم وحطيتهم على الصاج وصاروا. كمان فصلتهم هيك، فصلتهم عن بعض. وهلأ بطبقهم بعد ما بردوا شوي وبحطهم فوق الباقيين. هي يعني صار عندي هوني 8 طبقات، 8 طبقات من الرقائق. هلأ بدي ساوي الأطراف. مثل ما شايفين مشان يطلع عندي هيك شكل منتظم للرقائق، فبدي هيك ظبط الأطراف من كل الجهات بواسطة القطاعة أو بواسطة السكين بهالشكل هاد. اللي وصل معانا لهوني أحبائي، لا تنسونا من اللايك، واللي ما اشترك اشترك بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد. هلا هون كمان السمبوسة اللي عم نعملهم هدول الرقائق كتير بكرة بيلزمونا برمضان. بنستفيد منهم كتير، يعني بنعمل منهم السمبوسة، بنعمل منهم، أنا بدي أعمل هلا كمان نوع تاني، فكتير رح يلزمونا. هلا هون كمان قسمتهم بالنص بعد ما يعني الأطراف صارت شكلها حلو، قسمتهم بالنص بهالشكل هاد. هلا هيك حصلت معناها على 16 قطعة، 8 طبقات اعطوني 16 قطعة من شوفوا ما شاء الله ما احلاهن على هالشكل وعلى القوام اللي عليهن. بجد كتير رائعين، يعني ينافسوا الجاهز، وكله يعني عرفانين شو عم نشتغل شو عم نساوي، والشغل فيهن كتير ممتع. يعني صحيح لهم هن مراحل بس كتير بسيطة وحلوة الشغل فيهم. هي صاروا جاهزين ما شاء الله مثل ما شايفين قديش رقاق وحلوين، ومنجهزهم ان شاء الله وبنعمل نحط فيهم الحشوات اللي بنحبها. هلا هي اول قسم خلص عنا، فانا كمان اللي طلعوا منهم ما بنرميه هون. العجين حطيت عليهم شوية زيت وزعتر وحطيتهم بالفرن، طلعوا اطيب قراميش كتير طيبات. يعني ما كبينا شي من العجينة اللي استخدمناها. هلا بالنسبة للقسم الثاني من العجينة، كمان هن 8 قطع، هلا هي 4 قطع. هدول بدي اعملهم على شكل دائري. رشيت طحين وعملت هيك على شكل دائري، بساوي كل القطع هيك
بحط لها طحين من الطرفين وبعملها برقة. وكمان بدي احط عليهم زيت النباتي على وجه كل وحدة، يعني نفس خطوات هذيك اللي عملناها، بس هون غيرنا الشكل، عوض المستطيل صار دائري. وهلأ نفس الشي بحط برش طحين وبحط الوجه اللي عليه الزيت مثل ما شايفين هيك، وبرد بدهنه من الأعلى بزيت وبحط عليه طحين. هيك طابعت كل الطبقات وضمنت مثل ما قلنا انه كل الطبقات صار بيناتها زيت وطحين، واخر طبقة ما بنحط لها زيت. وهلأ بدي رقة كمان، يعني قد ما بقدر بدي رقة بشكل دائري. وكمان هون بظبط الأطراف هيك حتى تطلع كل الدوائر عندي نفس القياس. هلأ هيك شايفين كيف صارت بشكل دائري منتظم. برفعها كمان على الصاج، بكون مشغل النار تحته على الغاز، وبنفس الطريقة السابقة، بس إن هيك لقيتها جمدت شوي هيك العجينة بقلبها. شايفين كيف هيك باينة إنه جمدت، ما عادت طرية مثل الأول. يعني كل ما بتاخد كل وجه ما بياخد نص دقيقة تقريبا. وكمان هون برفعها على قماشة وبدي افتحها. شوفوا ما شاء الله قديش رقيقة وبتنفصل بكل سهولة، ابدا ابدا ما بتعذب ولا بتتشقق ولا ابدا. هلا هدول ممكن استخدمهم اذا خليتهم هيك على شكل دائري. ممكن انا بعمل فيهم اوزي للاوزي، بيطلعوا رائعين للاوزي اللي بنعمله. بنعرف حشوة اللوز اللي بنعملها اذا خليناها هيك قطع دائرية كاملة. وهلا بنشوف كيف نحن بدنا نقطعهم. هلا بدي احط قطع كلها فوق بعض، بعمل مرحلتين مثل ما عملنا، أول 4 وتاني 4 صاروا 8، بصيروا 8 قطع فوق بعض. فهلأ هي الأربعة التانيين، المرحلة الثانية عملت يعني الأربعة التانيين عملتهم كمان هيك نفس النتيجة. وهي ميزتها الدائرية ما بيصير فيها هدر بالعجينة أبدا، لأنه مثل ما شايفين ما بنقطع منها شي مثل المستطيل. وهلأ هيك بعد ما صاروا عندي جاهزين، هلأ بدي أقطعهم ل4 أقسام، لأنه هدول بدي أعملهم على شكل سبرينج رول. فهلأ هيك بقطعهم بالمنتصف، بعدين المنتصف الثاني بيطلعوا على 4 أرباع. هلأ أنا عندي 8 طبقات، 8 طبقات من العجينة قطعتهم ل4 أقسام، يعني طلع العدد 32 قطعة. ما شاء الله بيطلعوا عدد كتير كبير لأنه قسمناهم ل4. شايفين ما شاء الله العدد كتير عدد وفير، وما حصلنا عليهم 32 قطعة بنعمل فيهم سبرينج رول. هي صاروا عندي جاهزين النوعين من العجينة المستطيلة والعجينة، وشوفوا قديش طرية، إذا تنيتها بترجع مثل الطرية كتير. فعندي للنوعين من العجينة المستطيلة وهي المثلثة حصلنا عليهم بنتيجة بجد كتير رائعة. وبنصحكم انكم تجربوها وتحضروها لشهر رمضان ان شاء الله. الله يعيده علينا وعليكم بالخير يا رب. هيك صارت هلا جاهزة مثل ما شايفين. هي بتطلع شكلها بدنا نساويها مثلث. هي العجينة المستطيلة، والعجينة والمثلثات هدول الباقيين هدولي بدنا نعملهم بشكل طولي سبرينج رول. طبعا أنا بدي أعمل بفيديو قادم إن شاء الله أعمل كيف طريقة تشكيلهم وحشوتهم بحشوات مميزة. بعملهم فيديو قادم حتى ما يطول علينا الفيديو هون لا كتير. هلا بالنسبة لتخزينهم، فأنا هلا هون بعد ما عملتهم وبردوا راح أحطهم بكيس نايلون واحتفظ فيهم. مثل ما شايفين هيك طبقات فوق بعضها. هلا ممكن هو بعد وقت اللي عملتهم انه امسحهم بطبقة كتير رقيقة من الزيت، او ممكن بلا هون يعني بين لانهم فيهم زيت يعني منيح وقت اللي عملناهم. بغلفهم هيك بشكل كويس وبحطهم بالفريزر. ان كان الشكل مستطيل او هذا الشكل، بطالعهم ايمت ما بدنا، بس يفكوا بيطلعوا عن جد كتير كأنهم هلأ عاملينهم.
بنحتفظ فيهم هدول إذا ما بدنا نحشيهم، وممكن وقت بدنا نحشيهم كمان بنفرزهم. نشوف بالفيديو القادم إن شاء الله. وإذا عجبكم الفيديو حبايب قلبي لا تنسونا من اللايك وتشتركوا بالقناة، وشكرا كتير لحسن المتابعة.